السلام عليكم، ازيكم يا فريدات؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد. والنهارده بنكمل السلسله بتاعه التجارب الشخصيه. زي ما قريته كده في العنوان، هتكلم معاكم عن تجربتي في استخدام الاشواجندا. انا هقول لكم المعلومات اللي انا عملت عليها كده زي ريسيرش قبل ما ابدا ان انا اخدها، لان انا طبعا الهايب والترند بتاعها بقاله 3 4 سنين حوالي، يعني اذا ما كانش اكتر شويه. فما جاتليش فكرة ان انا اخدها الا بس من كام شهر كده، لما استجمعت قوايا كده وواجهت المخاوف. فنتيجة الريسيرش اللي انا عملته ده هقول لكم عليه، وهقول لكم التجربة بتاعتي معاها كانت ايه، والمعلومات المغلوطة. انا ما لقيت لهاش اي نوع من انواع الصحة خالص في التجربة بتاعتي، علشان لو حد بيحاول ان هو يفكر يجيبها او يستخدمها، طبعا بعد استشارة الدكتور او الطبيب. وده فعلا الناس كلها المفروض تعمله لما يكون في حاجة ليها علاقة بالصحة زي دي، هيبدأ ان هو ياخدها او يجربها. فتابعوا معايا الفيديو علشان اقول لكم كل المعلومات، واقول لكم التجربة كاملة كانت اخبارها ايه، وهل هي تجربة ايجابية ولا سلبية، هل انصح بيها ولا منصحش بيها. يلا بينا. بداية كده المعلومة البيزك، ايه هي الاشواجندا؟ الاشواجندا دي عبارة عن نبات بينمو في اسيا، معرفش فين بالظبط يعني، بس بينمو في دول شرق اسيا، وبيستخدم من زمان جدا في الطب البديل لتقليل اعراض التوتر. لكن هل هي فعلا بتحارب الاكتئاب؟ هل هي فعلا بتعالج بعض الامراض؟ هل هي فعلا ليها مضار اكتر من المنافع بتاعتها؟ والسؤال بقى الاهم، السؤال الاهم فعلا، هل هي بتخلي مشاعر الانسان نيوترال كده؟ يعني ما بيحسش انه فرحان، ما بيحسش انه زعلان، الامور بتاعته كده بتبقى ستيبل، وبيبقى يعني موجود كانه مش موجود، ومش عارف ان هو يعيش حياته بشكل طبيعي. يعني هل هو فعلا بيبقى انسان مش طبيعي اللي بياخد الاشواجندا ده؟ في حاجه مهمه بس عايزه اقول لكم عليها في الفيديو بتاع النهارده، علشان ما حدش يحسب ان انا بعمل ريفيو او اعلان لشركه معينه، الشركه اللي انا باخد يعني منها الاشواجندا. فانا مش هقول اي اسماء شركات، سواء الشركة اللي أنا جبت منها الباودر أو اللي بجيب منها التابلتس، علشان يبقى الريفيو مجرد ريفيو بريء كده وأونست فعلا، تحسوا فيه ان انا بقول لكم الحاجة بناء على تجربة، وان هي تكون حاجة صادقة. انا مفيش غرض ليا من الفيديو ده غير الاستفادة للي بيشوف الفيديو واللي بيفكر ان هو ياخدها، زي ما انا كنت بفكر من فترة ان انا اخدها، وكنت متخوفة ومش حاسة ان الريفيو اللي قدامي ممكن يكون صادق لو حد بيعمل اعلان لشركة او حاجة. الاشواجندا يا جماعة هي نبتة بس قوية شوية. بيبقى فيه موجود منها الباودر، وفي موجود منها الأقراص، وفي منها الكبسولات. الأقراص والكبسولات طبعا بتتباع تبع شركات، وبتكون تفضيلها شوية عن الباودر ان هي بيبقى ملهاش طعم، تقدري تاخديها كده من غير ما يكون في طعم معين يعني. علشان هي الباودر منها بصراحة طعمها مش افضل حاجة خالص، طعمها يعني طعمها قش كده، طعمها ورق، طعمها انا ما دقتش القش يعني، بس لو كان دقت القش كان هيبقى الطعم كده. يعني حاجة زي بودرة الخشب كده يعني، هي طعمها كده والله. ويمكن انا لما جربت الباودر ما حسيتش فيها معاها باي تأثير يعني، من التأثيرات الإيجابية اللي حصلت لي مع الأشواجندا. التابلتس، عشان أنا دلوقتي باخد التابلتس بقالي يعني مواظبة عليها تقريبا 2.5 شهر دلوقتي. فلما بدأت اخد الباودر ما كنتش حاسة بأي حاجة. لكن هي الأشواجندا بتعمل ايه بقى؟ هي المفروض انها بتقلل من هرمون الكورتيزول، اللي هو الهرمون بتاع التوتر. بتقلل شوية من القلق، بتقلل شوية من أعراض الزعل والاكتئاب والحزن والحاجات دي. بتقلل من مستوى السكر في الدم. فلو حد عنده مرض السكر، يعني النوع الأول أو التاني، ربنا يشفي الجميع، فلازم يشيك مع الدكتور، لأن هو ممكن يكون زيادة شوية في جرعة الدواء بتاع السكر، فلازم يشيك مع الدكتور. كذلك الحال هي بتقلل من الضغط. فأحيانا السكر لما بيعلى في دم البني آدم العادي، يعني ممكن يسبب له شوية هيبرة، شوية قلق، شوية كده يعني. فممكن دي برضو من الحاجات اللي بتخلي الأشواجندا بتساعد في ان
حالة الإنسان النفسية والعصبية تكون أهدى. بتقلل برضو الضغط، فمريض الضغط برضو لازم يشارك مع الدكتور بتاعه إذا كان إن هو ياخدها ولا لأ. لكن الإنسان العادي لو هو في العادي ضغطه بيوطى، فيفضل إن هو يا إما ياخدها بالليل قبل ما ينام، يا إما برضو يشيك مع دكتور. من أهم الحاجات اللي بتبقى مكتوبة على العلبة بتاعت الأشواجندا إن هي مضاد للالتهابات، يعني هي أنتي أوكسيدنت بس عالي. والمواد اللي فيها مضادات أكسدة عالية دي اولا هي بتحفز مناعه الجسم، فاي حد عنده امراض مثبطه يعني بياخد ادويه مثبطه للمناعه، يعني عنده امراض مناعيه، فيفضل ان هو ما ياخدهاش خالص لانها يعني هتهيبر المرض عنده. تاني حاجه ان هي طالما مضاده للالتهاب هتحارب اي امراض ناتجه عن الالتهابات، ومعظم الامراض اللي بتحصل لنا انتوا عارفين بتبقى نتيجه الالتهابات، فهي ممكن تقلل شويه من احتمال الاصابه بامراض زي التهاب المفاصل مثلا او التهاب المعده والقولون اللي مش سايبه حد، زي مثلا الامراض الناتجه عن الالتهابات زي ربنا يحفظنا يا رب سرطانات والحاجات زي كده. لكن هل هي فعلا بتقلل من الاكتئاب؟ هل هي فعلا بتخلي الواحد الشخص اللي متشخص ان هو عنده اكتئاب ياخدها يخف؟ الموضوع ده اكيد بعيد تماما عن الصحه، لان يعني ما كانش حد غلب، يعني مريض الاكتئاب لازم ياخد دواء اكتئاب، فطالما بياخد دواء اكتئاب يبقى هو ده العلاج بتاعه. لكن الاشواجندا بتعتبر حاجة زي بتساعد الإنسان العادي اللي عنده ستريس جامد، اللي عنده قلق وتوتر غير مبرر. ودي النقطة المفصلية في الفيديو بتاع النهاردة، ان هو الإنسان يبقى عنده قلق وتوتر مثلا من المستقبل، قلق وتوتر وتفكير زائد، عنده ستريس في فترة من حياته وما قدرش ان هو يتخطى الستريس ده، فللأسف ان هو كمل الاسترس ده معاه، ممكن يكون ما يعني السبب الأساسي اللي سبب له الاسترس ما بقاش موجود، لكن هو دلوقتي دماغه أخدت على ان هو في وضع الاسترس على طول، بيخاف، عنده قلق وأرق، ما بيعرفش ينام بسهولة، ولما بينام بيقلق كتير في النص كده ويفضل يصحى، وطبعا ده بيخليه ان هو تعبان ومرهق. في اثناء النهار الشخص يكون بيأوفر رياكت، يعني مثلا موقف طبيعي وعادي ممكن يكون بيضايق شوية، الا انه بيحس ان الموقف ده ضخم، بيحس ان هو لازم يتفاعل معاه بمنتهى العصبية وبمنتهى الزعيق، او يوصل لأقصى درجات الغضب فيه، او ان هو بيجي وقت عليه بيفرح بحاجة فيفرح بقى بهيبرة، يفرح كده يحس ان هو خفيف جدا، وان الحاجة البسيطة جدا اللي فرحته دي ممكن تكون يعني بيأوفر رياكت، يعني مش عارفة اقول لكم اسمها ايه بالظبط، بس هو المشاعر عنده بتبقى اكستريم، يا فرحان قوي ويعني انا اسفة يعني بيستهبل فيها كده، يا اما زعلان وبيخش في مود الاكتئاب والضلمة والحزن وبتاع، يا اما لو موقف بيعصب فهو بيتعصب جامد، فهو بيغضب جامد، فهو بيضايق اللي حواليه وبيأثر على البيئة اللي حواليه بشكل كبير جدا، وهو بيكون زعلان من نفسه في المواقف دي. فهو الإنسان لو هو عارف وموقن وواعي كويس قوي ان هو بيأوفر رياكت نتيجة الضغط العصبي، نتيجة الأفكار اللي مش سايباه، نتيجة ان هو مش قادر بصراحة ان هو يتخطى مثلا حاجة حصلت في الماضي، فأعتقد ان هو الشخص ده هو أكتر شخص ممكن يكون محتاج الأشواجندا في حياته، وهي دي الأسباب اللي خلتني ان أنا أبدأ أخد الأشواجندا. طيب دلوقتي السؤال، هل أنا لقيت منها تأثير إيجابي فعلا؟ وهل هي ليها أضرار فعلا؟ أنا لقيت منها تأثير إيجابي الحمد لله. أنا باخد تركيز 600 واحدة بس في اليوم، المفروض الجرعة بتاعتها بتبقى 2، بس أنا وقت ما بدأت أخدها طبعا كنت قلقانة منها شوية لأن لسه عايزة أجربها، وكنت سامعة عنها حاجات غريبة جدا كده بتحصل، فقلت أجرب في واحدة ولو لقيت التأثير بتاعها سلبي فخلاص هوقفها، لأني لغاية دلوقتي يعني باخد واحدة بس ما باخدش 2، والتأثير الإيجابي الحمد لله تمام معايا، ما فيش أي مشكلة. ولقيت منها التأثير اللي بيقلل شوية من الأوفر رياكت، اللي بيقلل شوية من التفكير الزائد، يعني مش أي موقف كان يحصل قبل كده مثلا موقف يضايقني شوية فأفضل أفكر في الموقف ده ويضايقني، وكل ما أفكر فيه يضايقني، بعد شوية اتسحبت طاقتي
بعد شوية ما بقتش طايقة اللي حواليا ولا طايقة نفسي. وممكن الموضوع ده يستمر الأيام، مع ان الموقف على فكرة هو حصل وعدى وخلاص، لكن ما بيعديش على الشخص اللي بيأوفر رياكت بشكل طبيعي، بيضخمه كده بيهوله. فده اول تأثير ايجابي حصل لي معاه، ان هي الموقف ممكن يضايقني، بس انا طالما واعية ان هو موقف بسيط ومش اللي هو المفروض يسحب طاقتي للدرجة دي، ومش المفروض تأثيره يستمر معايا الايام. المفروض ان يعني انا خلاص عارفة الموضوع ده، خلاص ما بقاش متضايقة بقى يعني، او ما بقاش متضايقة طول المدة دي بنفس المقدار يعني. مفيش داعي يعني الاوفر ده، عارفين اللي بيأفور، فهو اللي بيأفور هيبقى تمام قوي معاه. فهي قللت جدا من الموضوع ده، قللت طبعا من الحمد لله الحمد لله يعني من الأرق اللي كان بيحصل في النوم. تالت حاجة قللت من فترة الإجهاد اللي بتبقى أثناء النهار، لأن في معظم أيام مش دلوقتي عشان رمضان يعني، في الأيام العادية كان أثناء النهار بحس إني خملانة وكسلانة وتعبانة، وفي كده يعني زي سحابة كده مخليني مش عايزة أعمل أي حاجة، ومرهقة وجسمي بيوجعني، ولو مشيت خطوتين أنهج على آخري وكده. الموضوع ده قل بشكل برضو يعني عن الأول، يعني قل شوية. والحاجة اللي بعد كده إن هي خلتني الحمد لله يعني بفكر بشكل منطقي، بشكل كلير، يعني مفيش أفكار غلسة بتشوشر على تفكيري وقت ما أكون مثلا واقعة في مشكلة أو في موقف اتحطيت فيه. ما اقعدش كده أفكر حوالين المشكلة واسيب المشكلة الأصلية هي سايبة تأثيرها معايا وممتدة معايا وسحبة الطاقة. لا، ما اقعدش بقى أفكر في الحاجات اللي حواليا، لا يعني نوعا ما في وضوح في ان الواحد يعرف يفكر بشكل منطقي اكتر، اللي هو عارفه، اللي هو يعني عارفين مثلا الحد اللي عارف حاجة بس مش بيتصرف بيها ليه؟ نتيجة شوية غلوشة كده على تفكيره. فهي قللت شوية من حدة الغلوشة دي، فخلت الواحد ان هو يعرف يتصرف على اساس الحاجة اللي هو بيتعلمها، او على اساس الحاجة اللي هو عايز يعملها بس مش قادر، او خايف، او عنده توتر وقلق كده مخليه ان هو مش عايز يدخل في الحاجة. فاهمني؟ فدي من الحاجات المعطلة جدا اللي كانت بتواجهني. هل بقى الأشواجندا ليها أعراض جانبية؟ هي ليها أعراض جانبية، بس أنا الحمد لله ما حسيتش بالأعراض الجانبية دي إلا في الفترة الأولى بس، اللي هي ساعات بتحسي إن أنت زعلانة كده شوية، أو ساعات تحسي كده إنك عايزة تقعدي هادية، عايزة تقعدي ساكتة. المريض اللي هو بتاع الاكتئاب، اللي بياخد دواء الاكتئاب، ويمكن هي دي الناس اللي بتحس بالسناحة او التناحة لما بتاخد الاشواجندا، وتحس ان هي مشاعرها نيوترال كده، لا هي عارفة تفرح قوي ولا عارفة تحزن قوي، ولا هي بتاخد رد فعل، واللي يكلمها تبقى وخلاص. انا ما جربتش الصراحة، بس انا يعني الموضوع ده بعيد تماما عن التجربة بتاعتي. أعراضها الجانبية بسيطة جدا جدا الحمد لله قصاد الجوانب الإيجابية اللي هي بتعملها. المفروض ان هي بتتاخد 3 شهور وبتوقفيها لمدة مثلا شهر او حاجة، وبعد كده ترجعي تاخديها تاني لو حسيتي ان الأعراض اللي سببت لك انك تاخديها في البداية رجعت لك تاني. لكن هي ممكن ما تحتاجي لهاش بعد ال3 شهور الاولى. ان شاء الله باذن الله ممكن ابقى اعمل ابديت للفيديو ده لما ابطل الاشواجندا ويعدي شهر وشوف تاثيرها معايا ايه. لو حابين الفيديو ده نعمله في المستقبل ان شاء الله بقولولي، ولو ليكوا تجربه مع الاشواجندا برضو يا ريت تسيبوها لي في الكومنتس عشان نتكلم فيها ونشوف اذا كان في حاجه انا فوتها، اذا كان في حاجه انا ما خدتش بالي منها، اذا كان في حاجه اقدر ان انا افيدكم بيها. اسالوني في الكومنتس وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم، السلام عليكم.